السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت اليوم قررت انني ننزل هذا الفيديو هذا اللي بقى يوقع. انا عارفه ان هذا الفيديو هذا لو وصل للبلاصه اللي انا فيها غادي نتعذب وغادي نتضرب وغادي نتحط في الحبس الانفرادي، حيت غنكون في بحث سر من اسرار الدوله. انا الخوت وحنا مغربيه من 100 حاله مغربيه كاينه هنايا، عانى وقسى ومن الظلم. انا لم محسن تعرفت على واحد السيد على موقع من مواقع الانترنت، اتفقت انا وياه على الخدمه، انني نجي نخدم هنايا، وكنت مضطره انني نجي حيتاش ما كاينش اللي غيصرف ليا على بنتي، وما كاينش اللي غيهز ليا بنتي، وما كاينش اللي غيعقل علينا الظرف ديال الخبز. ما عنديش حتى بالراكه اللي تستردي انا وياها. جيت باش نخدم هنايا باش نقدر نهز بنتي، نقدر نقريها، نقدر نلبسها، نقدر نوكلها بحال كاع الناس. جيت البلاد هادي الظلم اللي تعرض ليه ما عمري شفتو في حياتي. تشكيت، خدت ليا حماية ديال الحبس غير هكاك، ما عرفتش علاش. ما خليتش الباب اللي دقيت فيه، ما خليتش البلاصه اللي مشيت ليها، حتى السفاره ديال القنصليه المغربيه لجده هنايا باحث السعودي. انا ما كنهضرش غير هكاك، عندي اثباتات ديالي، عندي الوراق ديالي، عندي التسجيلات ديالي ديال السفاره كتهددني وكتساومني انني نتنازل على القضيه اللي رفعتها على الكفيل ديالي، وانني نتنازل على جميع الحقوق ديالي كعامله منزليه مقابل انني نستلم جواز السفر ديالي، جواز السفر ديالي اللي انا جايباه معايا من بلادي اللي عاطيها لي الدوله ديالي. ولينا كنتعاملوا هنايا كمجهولي الهويه، اننا لا ارض لا وطن، معروف لنا اصل، ما معروف علينا بلاد. انا مشكلتي يا خوت انني جيت لهنايا باش نخدم على كفاله واحد السعودي ما كيخافش الله. السيد مني جيت لهنايا طلب مني الزواج وهددني باش نتزوج بيه، قال لي الا ما تزوجتيش بيه غتنسي شي حاجه سميتها المغرب، غتنسي شي حاجه سميتها والديك، سميتها بنتك. اضطريت انني نوافق، قبلت وتزوجت بهذا السيد. شويه السيد ولا كيعيط لصحابو باغي يجيبهم عندي للدار، من رفدت وليت كندابز معاه ولا كيهددني، كيدير لي بلاغور، كيدير لي خروج نهائي، كيقول لي انا ديكلاريت بك في اي وقت يجيو يدوك البوليس. تعذبت معاه، دبست معاه، ولا شويه باغي يجيب لي العيالات للدار. مني رفضت كلشي، عيط لي لصاحبو قال لي يديها عندك للطرف. مشيت جلست مع صاحبو ومراتو وولادو 4 ايام، شويه رجع عندي عاوتاني للطايف وهبطني لجدة. تقاتلنا دابزنا، سبني عايرني هاني ما خلا ما دار ليا. عاوتاني ديكلاراسيون انني هربت ليه، انني ما عارف شنو درت ليه. عاوتاني رجعوني للطايف، خدموني في الدار عند واحد الناس سعوديين. قلت الحمد لله انني تفكيت منهم، الحمد لله انني تفكيت من هاد العصابه البشريه اللي انا طحت فيهم، اللي ما كيخافوش الله، اللي كيضحكوا على بنات الناس. تحت قال الله وقال الرسول انهم متدينين، انهم طوعيه، انهم كيخافوا الله. خدمت عند الناس، قلت الحمد لله على كل حال. خدمت عند الناس ما خلاوليش نتبع في خدمتي، خرجوني من الخدمه على اساس انهم غينقلوا لي كفالتي باش يعطوني الجواز ديال السفر ديالي، باش يعطوني الاقامه ديالي. ما كنتش عارفه ان هذه لعبه من اللعاب ديالهم، ان هذا هو النهار اللي غادي يتكرفصوا لي فيه، وحنايا في رمضان، وحنايا صايمين، ما يخافوا الله، ما كيتقوا الله، ما حتى شي حاجه. تكرفصوا ليا، تداو عليا، ما خلاو ما داروا فيا. وحنا برمضان، شهر ديال الصيام، شهر ديال الرحمه، شهر ديال المغفره. طلبت حتى عييت، بس حتى عييت، ما خليت، ما درت لا حتى شي فايده. تكرفصوا ليا كيفما بغاو، نزلوني عاوتاني جدة، لوحوني لوحدة اخرى. مرضت، دخلت في هاد السبيطار. ملي خرجت من السبيطار قلت انا ما غنقدرش نسكت على هاد الحاله هادي، ومشيت وديكلارت. صعب ليا ان هنايا كاين القانون، كاين شي حاجه سميتها اللي غادي ينصفوك، غادي يجيبوا لك حقك. مشيت ديكلاريت، بقيت طالعه نازله في المشاكل ديال الديكلاراسيون وكلشي. مشيت للسفاره ديالي، القنصليه المغربيه اللي حامله الرايه ديالنا، اللي حنايا كنتميو ليها كوطني، اللي هي
كتمثلنا في البلاد هذه على اساس انهم غينصفوني، على اساس انهم غياخذوا لي حقي. ما طلبش منهم حتى شي حاجه من غير انهم يرجعوني لبلادي، يرجعوني لوالديا، يرجعوني لبنتي. كنتصدم ان من السفاره كيهددني انني نتنازل على جميع الحقوق ديالي ونتنازل على الدعوه اللي انا رفضتها، وان السفاره المغربيه للاسف واقفه مع السعودي ولد البلاد، وانها ما واقفاش معايا انا كمغربيه. وعندي هاد الشهاده بالتسجيل بالاثبات. انا ما كنجيش وكنهضر. تحولات المشكله لهيئه الادعاء والتحقيق العام باش يتحققوا معايا وكل شيء. من يحقوا معايا وكل شيء اضطروا انهم يعيطوا للسفاره ديالي، حيتاش ما عنديش محرم في هاد البلاد هادي. بس كانت صدمه قويه بالنسبه ليا انني كنتصدم انهم من يعيطوا للنائب القنصل ديال السفاره المغربيه. كنتصدم انه كيقول السفاره غير مسؤوله على داك المغربيه، وان حنايا المملكه المغربيه ما موفراش لينا السكن باش نوفروا ليها السكن، وما موفراش لينا محامي باش يترافع عليها ولا باش يتابع الموضوع ديالها. انا بغيت نعرف حاجه وحده، بلادنا كمملكه ما عندهاش الامكانيات انها توفر لنا السكن، ما عندهاش الامكانيات انها تصفرنا لبلادنا، ما عندهاش الامكانيات انها توفر لنا محامي اللي ينصفنا، اللي يتابع القضايا ديالنا، اللي يشوف المشاكل ديالنا. ما يمكنش. وبكل بساطه كيقول لي البنت راه ما عندهاش فين غنحطوها، غادي تدخل الحبس. كيقول لي عادي لوحوها في الحبس بحالها بحال غيرها. علاش غندخل الحبس وانا ما درت حتى شي حاجه؟ انا ديكلاريا وحده مغتصبه، وحده مكرفصه عليها، وحده شافت الدل، وحده ضربات، وحده تعايرات، وحده تهانت. نمشي نديكلاري نهضر على حقي باش نسافر. دخلت في حالتي للحبس عام وشهرين دوزتها من حياتي على والو ظلم، لا حتى شي حق، لا حتى شي قانون. تحرمت فيها من بنتي، تحرمت فيها من دارنا، تحرمت فيها من عمري، تحرمت فيها بزاف ديال الحوايج. ربنا ندوزو في الحبس مدلولين مضروبين مهانين. غير برضنا كنبغيو نمشيو للسبيطار ما كاينش اللي يدينا. مني اصريت انني نزول القضيه ديالتي وما نتنازلش على الحق ديالي. تحولت للمستشفى ديال الامراض العقليه على اساس انني مريضه عقليا، على اساس انني مسطيه، او باي طريقه طلعوني انني مختله عقليا. مشيت جلسوني مع الحماق 15 يوم، لو كيصفوا لي الدواء ديال النفسيه باش نبقى نشرب ونعس، ما نهضرش، ما ندوي ما حتى شي حاجه، نفضل ناخذ الدواء من الادويه اللي كيعطيوني. جوج حبات كيشربوا ليا بالليل باش نعس. القيمه ديال كل وحده فيهم 100. نشربها بالليل باش نعس وما يبقى يطلع ليا صوت ما حتى شي حاجه. تحولات القضيه المحكمه عام وزياده وانا طالعه في المحكمه هابطه، طالعه في المحكمه هابطه. قلت ماشي مشكل نصبر، ملي جيت نهضر على حقي نصبر. ربي غيكون معايا، ربي غادي ينصفني، ربي ما غاديش يخليني بوحدي، وانا كنت امري الله، فوت امري الله. نتصدم انني من بعد عام وشهر وانا جالسه انايا في الحبس، غيحكموني عامين ديال الحبس. عامين ديال الحبس غير هكاك، عامين ديال الحبس حيتاش ديكلاريت، عامين ديال الحبس حيتاش تشكيت، عامين ديال الحبس حيتاش هدرت على حقي، حيتاش ما بغيتش نسكت وما غاديش نسكت على حقي واخا نعرف نموت. وانا عارفه كيتسناني، عارفه العذاب اللي غادي نوصل ليه من هذا الفيديو هذا، ما غاديش نسكت على حقي. واخا نعرف نرجع للمغرب وانا ميته، نحس ليا وهو ليا 100 مرة من هاد العذاب اللي انا كنعيش في هاد البلاصه هادي، حيتاش فعلا انا عييت.
وهذه الخوت الوراق ديالتي. انا ماشي ما عنديش مشكل، ولا كتب الله وقدرني انا مازال غنخلي والدي ينزل له الادله، نزلوا التسجيلات الصوتيه اللي عندي ديال التهديد من الكفيل ديالو، من صحاب الكفيل ديالي، نزلوا التسجيل الصوتي ديال السفاره وهي كتهددني وهي كتساومني على الباسبور ديالي، على جواز السفر ديالي اللي هو عاطينو ليا من المغرب، من بلادي، من السلطات ديالنا. نزل كاع الاثباتات اللي عندي، كاع الوراق اللي عندي، ما سويتش لحقي. انني كنقول يا ربي النهار اللي نكون غادي نموت بنتي بين يديا، هذه امنيتي الوحيده في هاد الدنيا. علاش حنا العذاب اللي حنايا عايشين فيه ما يمكنليناش نسكتو عليه؟ تعذبنا وتكرفصنا وتهنا، ولينا قلالات الاصل، ولينا ما عندناش العائلات، ولينا بنات الحرام، ولينا بزاف ديال الحوايج تهانينا وتبهدلنا لابعد درجه، لابعد الحدود. انا حاله من 100 حاله هنايا مغربيه، كاين اللي هنايا مازالين جالسين عام بلا حكم بلا حتى شي حاجه، كاين اللي محكومه 6 شهور وجالسه هنايا عام ونص، كاين اللي عندها اطلاق السراح السفاره ديالها ما جبتش تخرجها، كاين اللي عندها تصفير والسفاره ديالهم ما جاش تصفرهم. علاش؟ حنا شنو خصنا لنا اصلا باش نتعاملوا هاد المعامله السيئه هذه؟ ما عرف نظام، ما عرفوا بنادم عنده والدين، ما عرفوا بنادم عنده ولادو، ما حسوا بوالدينا اللي كيتحرقوا، ما حسوا بكبتنا حنايا. عندما هو اللي ربنا، ما هو ربنا ما حرمناش من حاجه. انايا كنعرفوا بطاب العيد، ما كنعرفوا بطاب رمضان، ما كنحسوا بحتى شي حاجه. انايا مسدين علينا في حل البهايم، حتى السفاره ديالنا ما كتجيش تسول فينا، ما كاينش اللي يسول فينا، ما كاينش اللي يهضر علينا، ما كاينش اللي يحس بينا. انا عارف انني غادي نتعذب من هذا الفيديو هذا، ولكن اللي بغى يطرا يطرا، ما عنديش مشكل، ما بقاش عندي المشكل، ما بقاش عندي الامل في الحياه، ما بقاش عندي امل انني نشوف وليديا، انني نشوف بنتي مره اخرى. يمكن من وراء الفيديو هذا شحال من حاجه تغير، يمكن الفيديو هذا يوصل لسيدنا يغير الوضع ديالنا، يغير لنا كلشي ديالنا، اقل حاجه يديرها فينا يسفرنا لبلادنا، يرجعنا لوليداتنا ووالدينا. سيدنا الله يرحم لك الوالدين، احنا تبهدلنا، راحنا صافي عيينا، تقهرنا بصحتنا، تقهرنا والدينا، تقهروا وما كيقدروش يهضروا، خايفين من الشوهة وخايفين من الفضيحة ديال العائلة وخايفين بشحال من حاجة. سيدنا لقى لينا حل، لقى لينا حل، رحنا عيينا بزاف، سمحوا لي الخوت، طولت عليكم بزاف.